أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامجكم ملالي. محامي الشيطان هو الدور الذي أخذه أمين عام حزب الله. من وحي كلام السيد نصر الله نسأل: النظام السعودي قائم منذ عام 1932، فلماذا لم نكن نسمع بالفتنة السنية الشيعية حتى استيلاء الثورة الخمينية على إيران في الثمانينيات؟ نطالب في البحرين ولاية الفقيه، والعراق ولاية الفقيه، وهنا نطالب بتطبيق ولاية الفقيه، وفي كل العالم نطالب ولاية الفقيه. فأمين عام حزب الله حسن نصر الله حاول تبييض صفحة النمر الذي أعدمته المملكة. هل دعا إلى تقسيم البلد؟ سندعو إلى الانفصال حتى عن هذه البلد، سندعو إلى الانفصال وليكن ما يكون. نصر الله اتهم السعودية بكل الشرور، فيما ذكره خصومه في لبنان بما يقوم به حزب الله، فعناصره ملاحقون دوليا بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ومعارضين آخرين للحزب طوال الأعوام الماضية. وبعد ما انكشف للعرب والمسلمين كذب هذه الحركة، حركة أمل، وأنها سقطت مصداقيتها عند الأمة العربية والإسلامية، فكروا 4 رجال في تأسيس حزب من داخل حركة أمل. أحد هؤلاء الرجال صبحي الطفيلي. ركز معي، صبحي الطفيلي هذا الاسم راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى كثير في الحلقة. وحبوا يقولوا للناس أن إحنا حركة جديدة ومقاومة جديدة ولا ننتمي إلى حركة أمل. هم صح ما ينتمون إلى حركة أمل، بس ممكن ينتمون إلى فئات أخرى. أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه. كلنا نعرف بأن حزب الله يعتبر قوة موجودة في لبنان، قوة عسكرية. حزب الله ترك طبعا العدو الصهيوني، ترك في حاله وراح اتجه إلى العدو الوهابي كما يزعم، اتجه إلى أهل السنة، اتجه إلى المسلمين في سوريا، قاموا يقتلوا ويقتل فيهم لأنه معزل طبعا، لو أنهم مسلحين كان ما قرب لهم، فهذه عادته. المهم فحزب الله تدخل في سوريا وترك العدو الصهيوني. طيب الآن قوة اتجهت إلى سوريا، هل من المعقول أو من المنطقي أو من السؤال الوارد أن تتجه إسرائيل إلى لبنان لأن القوة اللي في لبنان اتجهت إلى سوريا، ففرضت الساحة في لبنان فتضرب إسرائيل لبنان؟ هل هذا معقول أو لا؟ أنا حينما أرى أو أسمع أن شاب من شبابنا الطيبين أخذ إلى سوريا وقتل وجيء به إلى لبنان يدفن، أنا تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما؟ هذا حرام، هذه جريمة ترتكب. نحن بدل أن يكون شبابنا لقتال العدو الإسرائيلي صاروا لخدمته. أنا أعرف أن الفرحة الكبرى في إسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الآن بعض الناس يسألني بعض الأحيان: أيعقل أن الإسرائيليين يمكن أن يوجهوا ضربة إلى لبنان، إلى المقاومة؟ أنا أضحك وأقول له: ولماذا؟ بالعكس، اليوم الإسرائيلي هو أحرص الناس على حزب الله والمقاومة إذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تخدم إسرائيل أكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم. لا عفوا، هذا الكلام غير صحيح أبدا. إحنا لما سألنا الأخوة الشيعة قلنا لهم ليش حزب الله دخل إلى سوريا، قالوا الحفاظ على ضريح السيدة زينب عليه السلام. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هن يعني بيكرهوا السيدة زينب ونحن بنحبها؟ السيدة زينب جليلة عند كل المسلمين. هذا كلام فارغ، هذه يافطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب. هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا، الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين. أنا بدي أسأل سؤال: من المستفيد الوحيد؟ إسرائيل. صح. يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي. دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. لا عفوا يا سيد صبحي، يعني هو المسألة مو بس الضريح يعني، لا هو
الشيعة الآن اللي في سوريا يحتاجون إلى حماية، لابد أن تحميهم، فلأجل ذلك تدخل حزب الله. اليوم نحن نحارب بسوريا، لنقل الأمور بصراحة. من يحارب بسوريا سماحة الشيخ؟ حزب الله. حزب الله يحارب بسوريا؟ نعم. أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى والبلدات السورية للدفاع عن أنفسهم؟ أنا لا أريد أن أختبئ وراء إصبعي. الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس، حتى الشيعة نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بخطر بسببنا، من ورائنا. نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا. نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. أنا بسأل الأستاذ صبحي، من يتحمل مسؤولية الأوضاع في سوريا؟ داخل سوريا، ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟ لا، خلينا ننتبه. حزب الله يورط شيعة سوريا بمأساة. كل قتيل في سوريا من الشيعة حزب الله سبب قتله. كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية، وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة الصراع المذهبي الكريه. في شعب وفي حاكم ظالم، هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم. لا يجوز لنا نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية الإمام الحسين، وحينما نتحدث عن أن الإمام الحسين لما خرج ضد الظلم لأنه لا يجوز. طيب هذا ظلم. طب بس سماحة الشيخ، هذا جريمة. طيب يا أستاذ صبحي، هل القتلى الذين قتلوا من عناصر حزب الله هل نبشر أهلهم بأنهم أصبحوا شهداء أو لا؟ بيسألك هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيد، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم. طيب أستاذ صبحي، هل ممكن توجه سؤال إلى إيران؟ إسرائيل أو غير إسرائيل، الدول الكبرى مصلحتها أن نمزق طائفيا من لبنان على العراق على سوريا إلى النهاية. هي أكبر خدمة. بيصير أجلك الله حشرة تمر من هنا إلى آخر الدنيا لا يستطيع أحد أن يقول لها ماذا تفعلين. وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف؟ أي خدمة. أعزائنا المشاهدين، أنتم شفتوا أن حسن نصر الله يقف مع الطغاة، ومو حيل الطاغية، لا، الطاغية فقط الذي يدعمه، ويعتبر الدفاع عنهم هو دفاع عن القضية الإسلامية الأعم. لكن لما حصلت المؤامرة على البحرين، انظروا كيف تغيرت لغة الخطاب عنده. المعاوضة في البحرين هي معاوضة سلمية بحتة، لم تكسر زجاجا ولم تحرق سيارة ولم تعتدي على ممتلكات عامة. اللهم ألبس لباس الأمن والإيمان على أهلنا في البحرين، اللهم آمنهم في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم، ربنا احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده، إنك على كل شيء قدير. اللهم انشر في ربوع البحرين الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان. المعاوضة في البحرين هي معاوضة سلمية بحتة، لم تكسر زجاجا ولم تحرق سيارة ولم تعتدي على ممتلكات عامة. هي معاوضة سلمية.